لا انا مره كنت طالب بيتزايه وجات لي ناقصه شريحه. يعني دي دي حاجه مشهوره في المطاعم. ايه بقى ازاي؟ يعني إزاي؟ بيخنصروا منها في، بس طبعا دي الحاجات التعبانه يعني، بس انا سمعت الحوار ده قبل كده مش فاكر من مين. بيخنصر واحده من كل بتاع وياكلوها بقى الكاست كل طب ما انا هعرف ومش هطلب تاني. ايه، ما طب انت ما مش انا هتعدهم. يعني هو معفن انت تطلع عفن منه يا وليد؟ يا هو معفن هتقعد انا تعد كمان السلايز بتاعت البيتزا؟ يا حبيبي، ده مكانها فاضي، تحط لي مكانها اي لا، ما هو حاجه. طيب بيقربهم من بعض. ده اوكي. في فيديو مشهور على البتاع، هو بيقربهم من بعض بحيث انت ما تاخدش بالك. ايوه الا يا اذا عم عديتهم بقى. حسبي الله ونعم الوكيل. انت عملت ادوار ستات كتير، اتأثرت بهرموناتهم؟ ايوه، بس انت يا وليد راجل مؤلف وستاند اب طبعا كوميديان طبعا وفنان طبعا. فاهم قصدي، ففاهم ان ده تمثيل. فما ينفعش تسال سؤال زي ده. لا مش الفكره، بس تفاصيل الستات انا بلقطها. يعني انا لسه كان معايا ليسي وبعدين نتفرج على زكيه زكريا. الله، مش ممكن انت تقدر تنكر ان الراجل ده عظيم الله يرحمه، وعمل حاجه عايشه لغايه النهارده. استاذ ابراهيم نصر كمان استاذ ابراهيم نصر، يعني فاهم قصدي ازاي؟ عملها سنين وعملها في رمضان وعملها وكانت الاسر كلها بتشوفها يعني في شهر فضيل طبعا. ومحدش طلع قال ده راجل بيعمل ست. هو احنا كنا بنضحك ولان ده نوع من الكوميديا، يعني فاهم قصدي. في ناس شاطره فيه، يعني في كوميديانات عظماء وما بيعرفوش يعملوا الست كويس او بيعملوها بشكل يعني اللي هو مبتذل او تأدية واجب، مش قادر يجيب التفاصيل الناعمه قوي اللي بتضحك فيها. برافو عليك. او التفاصيل الدقيقه اللي بتضحك فيها. ده اللي انا بتكلم فيه. أيوة. انا اقصد ان انت ذاكرت ست ذاكرت يا عم، كفايه اللي عملتها في 100 وش الست اللي في الاخر ام معاذ. ما دي انا واخدها من الحقيقه. يعني انا كنت في مدرسه ما يعني، وكان فيها يعني المعلمات اللي هم الملتزمات اللي هي بتكلمك، هي مش بصالك، هي بتبص الناحيه ده زي حضرتك يا استاذ اسلام، مش عارف. انا بفكر ان يعني حبيبتي عندها شوح او عندها مشكله. بس طلع ده نوع من انواع الخجل والحياء يعني. مش عارف ايه الفتنه اللي هتجيلها مني، بس ايه بتبقى باصه الناحيه الثانيه. عامل ايه ان شاء الله، انا بس كنت عايزه دفتر التحضير من حضرتك، فانا ببقى عايز اعمل لها كده. فانا شفت الناس دي واللي هي يعني فاهم، يا اما ما بتسلمش يا اما لابسه جوانتي. طبعا دي حاجه يعني عظيمه ولطيفه الناس الملتزمه دي، بس يعني هي تفاصيل واخد بالك. انا لقطتها اتخزنت، ما كنتش عارف ان انا هعمل ده في يوم من الايام وعملتها. وتونس بس مش هتدعي ان انا بقى بقعد اذاكر، هي بتبقى متخزنه لوحدها فاهم. بتطلع بقى لما بيجي دورها. يعني هقول لك قول مأثور وانت تقول لي بينطبق على ايه في حياتك او بتقوله لمين. في مقوله بتقول لا تتزوج اجمع المال وسافر. بص يعني انا شايف ان مش كل الناس لازم تتجوز، يعني مش كل الناس مؤهله للجواز. ولو انت حاسس ان انت مش هتبقى مرتاح وانت متجوز وعليك مسؤوليات او انت مش قد المسؤوليه او اعمل كده. يعني اجمع المال بقى وسافر، او كل واشرب واقعد ساكت يعني. بس ما تجيبش ناس تقعد ترازي فيهم يعني فاهم. يعني لو انت مش قد الجواز ما تجيبش واحده هتقعد تزهقها في عيشتها وما تبقاش مسؤول عن الولاد انا بشوف النماذج دي كتير قوي الحقيقه يعني. فانا بحس ان انا شخصيا يعني مسؤوليه الجواز دي فوق طاقتي النفسيه صراحه يعني. انت بتحس ان انت مش لازم تجري ورا المجتمع كله بيجري وراه عادي؟ بص يعني هقول لك ممكن انا ظروف حياتي ودتني عند الحته دي، ان انا كنت الاول من بلد تانية ومغترب واهلي كانوا رافضين التمثيل، فعلى بال ما نزلت كان سني كبر، فكان لازم اركز في التمثيل قوي. لو ركزت في حاجه تانية مش هقدر اجمع ما بين الاتنين ذهنيا ونفسيا وماديا. بعد شويه ماما وبابا كبروا في السن وتعبوا قوي، ففضلت جنبهم طول الوقت، محتاجين اهتمامي ومحتاجين رعايتي فاهم. فالدنيا خدتني، ففجاه حسيت ان انا عايز ارتاح بقى، انا مش عايز اشيل مسؤوليات دلوقتي، كفايه عليا مسؤوليه الشغل وقرفه يعني فاهم قصدي. ممكن بعد شويه اغير رايي، بس انا دي قناعتي دلوقتي يعني. بس انا هقول لك، انت بتقول حاجه عظيمه جدا. يعني عارف انت ساعات بتحس ان الدنيا واخداك في سكه بالظبط انت لازم تمشي فيها. انت لازم تعمل كده، تتخرج تدخل هنا تتوظف بسرعه، تلحق تتجوز عشان تلحق تعيش، انت تخلف عشان انت كده برافو عليك شاطر اقعد بقى. ففي ناس ممكن ما تكونش جاهزه، بس هي هتاخد الخطوه دي عشان لازم ياخدها عشان ده وقتها. صح. فساعتها ممكن يحصل مصايب يعني. بس ده مش معناه ان انا مش هحضر فرحك في يوم من الايام. ان شاء الله ان شاء الله يا وليد، ربنا ينولها لك يا حبيبي. ينولها لك، ربنا ينولها لك انت. لا ما انت اللي عايز تحضر فرحي، انا مش عايز احضره. اوكي انت حر اعمله، ما تجيش انا هروح انا